في حاجات بنتمنى تموت جوانا، ذكريات دايما بنركنها كده في ركن بعيد في دماغنا، نقفل عليها ألف باب. بس للأسف إن إحنا مهما قفلنا عليها بيفضل طعمها جوه قلوبنا. ساعات بنبقى عايزين ننسى الوجع، الناس، والكلام اللي بيوجعنا وإحنا ساكتين. ننسى نفسنا في بعض الأحيان وقت لما كنا لسه ضعاف. بس للأسف إن النسيان ده مش زرار، ومش كل اللي بنهرب منه بيرحمنا. وبيفضل السؤال الأصعب دايما بيلاحقنا: هل إحنا فعلا مش قادرين ننسى، ولا إحنا مش عايزين ننسى علشان ما ننساش إحنا كنا مين؟ في الحلقة دي هنحكي عن اللي حاول ينسى ومعرفش، عن اللي نسي وندم، وعن اللي نفسه ينسى. وعلشان نفهم النسيان أكتر لازم نبدأ من أول حكاية حد ما كانش بيدور على الذكرى، لكن الذكرى هي اللي كانت دايما بتدور عليه. تعالوا نسمع القصة دي، يمكن نلاقي نفسنا فيها أو نلاقي حد شبهنا. كانت كل يوم بتكتب له رسالة وما تبعتهاش، تحط اسمه من فوق وتفضل تكتب وكأنها بتنزف من جواها. كلام عن اللي ساب واللي اتساب، عن ليالي كتير ما قدرتش تنام فيها. دايما كانت بتاخد التليفون في حضنها وكأن في أمل إن هو يرجع يرن من جديد. كانت بتقنع نفسها إنها نسيته، بس كل رسالة جديدة كانت بتفكرها إنه لسه ساكن جواها. عارفين إيه الغريب؟ الغريب إنها عمرها ما كانت بتكتب الرسائل دي عشان تبعتها له، ولكنها كانت بتكتبها عشان تحس إنها لسه بتتكلم معاه، حتى لو جوه دماغها. فضلت كده شهور لحد ما في يوم كتبت آخر رسالة وما قدرتش تكتب بعديها ولا حرف واحد. مش عشان نسيته لأ، بس لأنها أخيرا فهمت إن في كلام لو اتكرر كتير بيبقى من غير معنى. بالنسبة بقى للرسالة، فضلت موجودة ولكن في نوتة قديمة جوه درج مقفول، زيها زي الذكرى بالظبط، بتيجي بس ما بقتش توجع زي الأول. الحقيقة إن مش دايما النسيان بيجي لما نطلبه، ولكنه ساعات بيجي لما نكون خلاص بطلنا نحاول. ساعات تانية بيفضل غايب وسايب جوه القلب كده ركن مطرب مليان حكايات ما انتهتش. كل الموضوع إن إحنا بس تعبنا من كتر ما بنكررها. كل حكاية حتى لو شبه اللي قبلها بس ليها صوت وليها وجع خاص. علشان كده تعالوا مع بعض نكمل بحكاية تانية عن حد كان فاكر إن هو نسي لحد ما تقابله صدفة. قابلها صدفة، كان ماشي في شارع ما بيعديش منه كتير، وكأن الحياة قررت إنها تفكره فجأة إن النسيان اللي عاش فيه كان كله كدب في كدب. الحقيقة إن هي ما اتغيرتش كتير، نفس الضحكة اللي كان بيحاول ينسى صوتها وهو بينام، نفس النظرة اللي سابته مرة من غير ربط ومن غير أي كلام. أول ما عينه جت في عينيها قلبه رجع يدق نفس الدقة القديمة. كان فاكر إن الدقة دي ماتت من سنين. حاول يفتكر يا ترى هو كان ناسيها فعلا، ولا كان بس عامل نفسه ناسي علشان يقدر يعيش. سألها، قال لها عاملة إيه؟ ردت وقالت له كويسة، وإنت؟ هنا كل الكلام وقف، لا عتاب ولا رجوع ولا حتى سلام طويل. لحظة وراحت لحالها، وبعدها وهو ماشي لوحده اكتشف إن في ناس إحنا ما بننساهمش، إحنا بس بنتعود على وجع غيابهم. وللأسف إن ده أصعب نوع من أنواع النسيان، النسيان اللي بيبقى شكله نسيان بس جواه كل حاجة بتفضل زي ما هي. في آخر الحكايات بنكتشف إن النسيان مش ضعف ولا دليل إننا محبناش. النسيان أحيانا بيكون فيه رحمة، بس اللي بيوجعنا بجد إننا بنفضل نحب الحكاية حتى بعد ما ننساها. في ناس بتختفي من حياتنا بس بتفضل عايشة جوه الذاكرة، في ريحة مكان، في نغمة أغنية، أو في كلمة بنسمعها صدفة. مش لازم ننسى عشان نكمل، بس لازم نتصالح مع فكرة إن مش كل حاجة بنتمسك بيها بتستاهل إننا نتمسك بيها. دايما افتكر إن اللي تعبك في يوم ما يستاهلش يفضل جواك طول العمر. سامح ذاكرتك وخد خطوة لقدام حتى لو بشوية وجع. ودي كانت حلقتنا النهاردة.
لو لمستك بكلمة أو حكيت لك عن نفسك من غير ما أقصد، فده لأننا كلنا واحد في الآخر، بشر بنحاول ننسى وبنفتكر غصب عننا. أنا محمد حلمي، وأنت كنت بتسمع بودكاست غاوي حكاوي. لو عجبتك الحكاية وحابب نتكلم في حاجة معينة المرة الجاية، اكتب لي تحت في الكومنتس. استناني في حلقة جديدة يوم الجمعة من كل أسبوع، عشان يمكن الحكاية اللي جاية تكون حكايتك. في غاوي حكاوي إحنا بنحكي ويمكن نداوي.